ملخص بخصوص جرثومه المعده. جرثومه المعده كيتم التشخيص ديالها من طرف الطبيب ديال الجهاز الهضمي ولا الامراض الباطنيه. فاش كتمشي عند الطبيب وتعاود ليه ويشك كيعطيك دير التحاليل اللي كاين اربعه الانواع ديال التحاليل، ديال الدم، ديال التنفس، ديال البراز، واما بالمنظار وياخذ العينه. هاد التحاليل بربعه ديال المنظار وياخذ العينه راه كتعوض تعويضها هو على داك التشريح اللي كنديروا ديك العينه في الحدود ديال 150 درهم. التعريفه المرجعيه ديالها ناس كنوبس غترجع لكم 80، ناس ديال السينسات غترجع لكم 70%. التحليله ديال التنفس لا تعوض. التحليله ديال البراز التعريفه المرجعيه ديالها 330 درهم تعوض 80% 70%. التحليله ديال الدم تعوض 198 درهم هي التعريفه المرجعيه ديالها. فاش كتخرج النتائج ديال التحليله وكيتم التشخيص ديالك انك عندك جرثومه المعده، كتمشي عند الطبيب كيعطيك دير دواء باش تعالج. الادويه اللي كاينه في جرثومه المعده هي عباره على دي زانتيبيوتيك، يعني مضادات حيويه كيديروا جوج الانواع، وكيزيدوا واحد الدواء اخر كيكون ديال مثبطات مضخات البروتون ديال المعده. هذوك الادويه ولا هادو بثلاثه ولا بجوج ديال المضادات الحيويه كاينين في واحد الدواء غالي ما كيتعوضش، ما بغيتش نذكر سميتو، وكيزيدك معاه واحد المضاد ديال المثبطات لهذيك المضخات البروتون. هذاك هو بوحدو اللي كيتعوض، كيكون الثمن ديالو ضعيف. فاش كدير ملف انت غالي بهذاك الدواء كيجيك التعويض ضعيف، راه بسبب هذاك الدواء غير قابل للتعويض. كاين واحد الطريقه اخرى كيتسمى العلاج الثلاثي ولا الرباعي. ممكن انت ملي تمشي عند الطبيب تقول له الله يجازيك بخير جربوا العلاج بمضادات حيويه، عطيني جوج المضادات الحيويه ومعاهم هذيك مثبطات البروتون ونحاولوا نجربوا. يقدر ينجح العلاج، راه بنسبه 80% كينجح العلاج ديالهم هادو. بالحالات اللي ما كينجحش فيها هو الناس اللي كيكون عندهم ديجا مقاومه ديال هذوك المضادات الحيويه، يعني البكتيريا ديالو شكلت مقاومه لهذوك البكتيريا. دونك بدا بهذا العلاج لانه قابل للتعويض في هذوك الادويه ديالو كاملين غادي يخرجهم منين قابلين للتعويض وموجودين في السوق. الا ما نجحش عاد دوز لهذا. مني كدير العلاج راه كترجع دير التحليل باش تشوف واش ما بقاتش فيك البكتيريا او لا باقا فيك، والطبيب يشوف معك هذيك الساعه.